تعرفوا إن من فترة ملايين الدولارات اتسرقت من رجل أعمال بسبب مكالمة متفبركة بالذكاء الاصطناعي؟ كملوا الفيديو عشان نشوف ده بيحصل ازاي. مع زيادة اعتمادنا على الإنترنت في كل حاجة بنعملها حتى التعاملات المالية ووجود موبايلاتنا معانا في كل مكان، ده خلى التصيد والاحتيال عن طريق الإنترنت ينتشروا بشكل كبير جدا. والتصيد هو نوع من أنواع الخداع لمعرفة معلومات حساسة عن الضحية تخلي المخترق يوصل بيها لهدفه. عملية التصيد بتستخدم نوع من الهجمات بنسميه الهندسة الاجتماعية، وعشان تعرفوا عنها أكتر هنسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. عمليات التصيد بتستخدم وسائل كتير وطرق اختراق مختلفة. على سبيل المثال الإيميل أو وسائل التواصل الاجتماعي زي الشات أو الرسائل النصية SMS أو الرسائل الصوتية أو حتى المكالمات. يعني من الآخر أي وسيلة المتصيد يقدر يستخدمها للوصول للضحية. من أهم الوسائل اللي بيستخدمها المتصيدين إنهم يبعتوا إيميلات للناس ينتحلوا فيها شخصيات تانية أو شركات ويطلبوا مبالغ مالية مثلا، أو الدخول على رابط عشان حساباتكم ما تتحذفش. ومش بس إيميلات، نفس السيناريوهات دي كمان بقت بتتم عن طريق رسائل SMS أو الواتساب اللي بتنتحل مثلا هوية البنك وتطلب بيانات الحساب البنكي أو أكواد التفعيل الخاصة بالتطبيقات اللي بنستخدمها. ومع التطور بدأوا في استهداف الضحايا عن طريق حسابات وهمية على الإنترنت وصولا لانتحال أصوات قرايب أو أصدقاء الضحايا عن طريق الذكاء الاصطناعي لسرقة معلومات أو فلوس من الضحايا، زي رجل الأعمال اللي اتسرقت منه ملايين الدولارات بسبب فبركة صوت بالذكاء الاصطناعي بيدعي إنه شريك رجل الأعمال من رقم مجهول. والمشترك بين كل الطرق دي إنها بتستغل مشاعرنا، زي إنها تحسسنا إنها من مصدر موثوق، أو تستغل خوفنا من فقدان حاجة زي حساباتنا الرقمية، أو تستغل رغبتنا في الحصول على حاجة زي جايزة مالية مثلا، أو تستغل تعاطفنا مع أي حد أو حاجة ويخلونا ندخل بياناتنا الخاصة بفيسبوك مثلا على رابط وهمي لدعمها، أو إيهامنا إنهم محتاجين نصوت لصديق عشان يكسب مسابقة. المتصيدين بيحاولوا كل يوم إنهم يزودوا من طرق الاستهداف للضحايا ويلاقوا طرق مقنعة أكتر للخداع. عشان كده أهم خطوة في مقاومة التصيد هي التركيز في التفاصيل وعدم التسرع. مش هيحصل حاجة لو استنينا وفحصنا الرسالة. كمان لو الرسالة اللي وصلت لنا بتدعي كونها من الدعم الفني للبنك أو فيسبوك أو أي حد بنتعامل معاه، الأفضل نروح للموقع الرسمي أو التطبيق الخاص بالبنك، أو نتصل بالرقم الرسمي لخدمة العملاء عشان أي معاملة، أو نكلم الأشخاص اللي نعرفهم بنفسنا عشان نتأكد إذا كانوا هم اللي بعتوها أو لأ. عشان كده لازم نركز في كل حاجة بنسمعها أو نشوفها ونتأكد منها، ولازم نركز في كل لينك أو إيميل أو حتى مكالمة موبايل عشان ما نبقاش ضحية لعملية تصيد كان ممكن نتجنبها بسهولة. انشروا الفيديو ده في كل حتة وساعدوا أصحابكم يأمنوا حساباتهم، ونتمنى للجميع تصفح آمن وسعيد.